imaaraadka maxaa nagu diray maxay naga rabaan deked berbera deked boosas dekeda sababta haddaad fahmi doontaan. وأبرزت قضايا الموانئ الصومالية اليوم. طبعا الصين طرحت مشروع كبير سمته طريق الحزام والنار أو مشروع طريق الحرير الصيني. هذا المشروع الاقتصادي له وجهان بري وبحري، والصومال تقع ضمن المدار البحري للمشروع. كون منطقة باب المندب كانت من تجارة طريق الحريري قديما الذي كان يربط بين قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا. الصين فعليا بدأت في تنفيذ مشروعها هذا، وهي بدأته في استئجار ميناء جوادر أو جوادر الباكستاني لمدة 40 سنة القادمة. طبعا هذا الميناء سينهي حياة ميناء دبي وجبل طارق، وهذا فعلا أثر مؤخرا على اقتصاد دبي، ولم يعد له بريق كما كان دبي واقتصادها. في العام الماضي 2017 والتحديد في مايو أيار دعت الصين كل دول العالم إلى اجتماع في عاصمتها بكين، وكذلك دعت رؤساء الواقع دولهم اليوم ضمن طريق التجاري القديم. المثير للاهتمام أنه تم دعوة إثيوبيا إلى هذا الاجتماع، رغم أن إثيوبيا هي دولة ليست ساحلية، أي أنها لا تطل على أي بحر، هي تقع داخل أفريقيا. هنا علينا التفكير كثيرا لماذا وماذا ستستفيد الصين ولماذا دعت إثيوبيا إلى هذا الاجتماع وما إلى ذلك. موضوعنا الأساسي هو أن دولا مثل الهند والإمارات هي ضد هذا المشروع بأكمله، حتى هي رفضت الفكرة. لذلك سارعت الإمارات في اللعب في الوقت بدل الضائع، واستأجرت الموانئ الحساسة لمضيق باب مندب الاستراتيجي كميناء عدن، ميناء جيبوتي، ميناء إريتريا، ميناء الصومال سالفة الذكر، والسيطرة كذلك على جزيرة سوقطرى. ما الهدف من هذه الموانئ والجزر وتسيطر عليها اليوم الإمارات؟ طبعا الهدف منها هو إضعاف هذه الموانئ، والدليل على ذلك هي العقود التي تبرمها إمارات مع تلك الموانئ أو مسؤولي تلك الموانئ، وهي عقود طويلة الأمد تتراوح ما بين 30 سنة إلى 100 سنة لبعض الموانئ، لأنهم يظنون بذلك أنهم سيقفون أمام المشروع الصيني العملاق الذي يريد أن يغير وجه الاقتصاد العالمي طبعا. وكذلك حتى لا مرحبا موقع